سيد هو اللي كسب. تعالى تعالى. سلام. بص انا اخترت السناكس والمشروبات الغازيه، بتيجي عندنا بالذات اصلا اكتر حاجه بتبوظ عندي الدايت والكلام ده. الفكره دي بقى يعني كانها انا فاهمني. حلو. عباره عن فيديو شخص مثلا في اكتر من مقطع. حلو. فكرة ملخصها ان اي حد بياكل اي حاجه حلوه بيحس بوجع ضمير. بص، هي فكره الاعلان بسيطه، حوالي 30 ثانيه. تمام. ان واحد دخل المطعم بثقه، واحد طبعا يعني جيماوي، فاول ما يشوف البطاطس والصوصات والبرجر وكده، لان الحاجات دي احنا ممنوعين منها يعني، يقوم ماسك قلبه ويقع على الكرسي. هو انا برضو تخيلت اعلان، يعني هي برضو من حاجه بتحصل ديلي في اليوم لما انا برضو ببدا اعمل دايت او اعيش هيلثي لايف يعني، فبيبقى من ماما واخواتي او كده. هكتب اول حاجه في الكابشن فوق اخطر وقت على الدايت بعد الساعه 11. لو عملت الفيديو اللي هو مثلا كل يوم نفس الشخص بيجي مثلا من الجيم وبيجي كل يوم، بيجي بالليل بيبوظ كل حاجه، يقول هبدا بكره هبدا بكره هبدا بكره، فيجي بقى النهارده هنقول له مش شرط تبدا بكره، المهم تبدا صح، ونكتب مثلا السهره هي بس الاختيار بقى احسن. ماما اللي بتزعل لو ما اكلتش، عزومه الجمعه اللي عيب تترفض، صحابك لو عرفوا انه عملك دايت، يا عم كل احنا هنعيشها مرتين. عشان كده خليك تعمل دايت من ورا الكل. هتاكل الكنافه كيتو ما فيهاش اي اختلاف خالص، هتشرب حاجات بدون سكريات قدام الناس كلها. والسلوجان اول دايت يعدي من قدام ماما. وفي فويس اوفر يجي يقول له هو في حد لسه بيعمل كده، وبعدين لقطه كات نفس الشخص تاني بياكل نفس الاكل بس بصوصات، بس زيرو كالوري ومستمتع بيها. بس بعدين هيجي بقى السلوجان طعم من غير تنازلات. فطبعا بعد فتره كبيره معلقه او حته شوكولاته ممكن يبوظ الدنيا. فعلشان كده دايما كل واحد سواء كان بيعمل رجيم او ان هو بيتمرن في الجيم بيبقى دايما عنده حته الضمير دي اكتر حاجه بتأنب له ضميره. عشان كده ممكن يتعمل حد مثلا بيفتح الثلاجه ويطلع ضميره نفس شكله كده بالظبط، بيروح قافل له الثلاجه وبيبص له وبيبرق له وعينه محمره، واحنا مش اتفقنا وانت كل مره تضعف هتفضل كده لحد امتى؟ وبعد كده يرجع يديله هو نفسه حته اللي هو الشوكولاته اللي سبريد بايده ضميره يعني. هو ماسك التوست وبيسبريد والعلبه قدامه كده، فاخوه داخل بيعمل شاي وبيعمل الكاتل، فيقول له ايه يا معلم انت مش قلت ان انت بدات دايت وحياه صحيه وفورمه الساحل؟ فهو هيضحك كده يقول له لا ما دي مش اي شوكولاته دي. السلوجان بقى يبقى حياه بدون حرمان. كل اللي انت شفته ده جزء من تراك الكونتنت ماركتنج في كريتيف اكاديمي. زي ما انت شايف مش بنعلمك تعمل محتوى تسويقي او تكتب محتوى على السوشيال ميديا وخلاص، لازم اعلمك ازاي تفكر صح بشكل تسويقي عشان تخدم البيزنس والبرودكت والسيرفيس اللي شغال عليه. لو عايز تبقى زيهم ومهتم بتعلم كونتنت ماركتنج، بعت لنا دلوقتي.